وصول الجزائريين المقيمين بالخارج نحو إجراءات استقبال أكثر مرونة. كانت السنوات الثلاث للوباء كابوسية بالنسبة للجزائريين الذين يعيشون في الخارج بسبب قيود السفر وارتفاع أسعار التذاكر. الفترة التي وجد المهاجرون خلالها صعوبة بالغة في العودة إلى البلاد، حتى لو تم تحرير التنقل منذ إعادة فتح الحدود الدولية، ومع ذلك ترك الجالية الجزائريات في الخارج في حيرة من ارتفاع أسعار التذاكر. لكن منذ 20 مارس وإعلان الرئيس تبون خفض أسعار التذاكر بنسبة 50%، تتوقع السلطات الجزائريات تدفق كبيرة وعودة هائلة للجزائريين المقيمين في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، خاصة في موسم الصيف المقبل. بالإضافة إلى التعريفات، تم وضع شروط للاستقبال أيضا ضمن الاهتمامات الرئيسيات للدولة الجزائرية. أبدى وزير الداخلية إبراهيم مراد اهتماما خاصا السبت خلال زيارة عمل وتفتيش لمصالح الشرطة البحريات بميناء الجزائر، داعيا إلى استغلال الوقت المتبقي قبل حلول موسم الصيف بهدف استغلال الوقت المتبقي قبل حلول فصل الصيف. إنهاء كافة الاستعدادات الضروريات لاستقبال المهاجرين الجزائريين العائدين إلى البلاد ومعالجة أوجه القسو.